من أصعب التجارب اللي ممكن تعدي على الإنسان وهو إنه يشوف شخص قريب ليه أو شخص بيحبه بيعاني فعلا من حاجة هو مش قادر إن هو يمد له إيده. الحقيقة إن الناس اللي فعلا بتواجه حاجة زي كده زي really struggling from something هم عمرهم ما يتكلموا. أهلا بيكم في توكس، أنا نور، واليوم هنتكلم عن إزاي نساعد فعلا الناس اللي بيحصل ليهم struggling in their life، وإزاي إن إحنا نديلهم السبورت in a proper way. الناس فعلا اللي بتعاني من شيء معين في حياتها، لو هي مثلا بتشوف زميلك في الشغل هو على وشه فعلا وجه السعادة ووجه إن هو شخص شجاع جدا وإن هو قد إيه كويس قوي في شغله، ولكن ديب داون ممكن إن هو يبقى بيواجه مشكلة مع الاكتئاب. زي مثلا أقرب الناس لينا ممكن إن هما ما يكونوش بيتكلموا خالص، ولكن بيبان على الديتيلز الصغيرة في أفعالهم إن هما مثلا عندهم eating disorder وهم عمرهم ما يتكلموا ولا حتى هيقولوا أي حاجة. وأنا متأكدة إن كل واحد فينا في حياتنا أكيد عنده حد بيعاني من شيء معين. أنا ذات نفسي مثلا عندي شخص في حياتي أنا فعلا أعرفه، ولكن هو عمره ما اعترف لي إن هو مثلا عنده eating disorder، ولكن أنا باخد بالي من الأكشنز بتاعته بتبقى عاملة إزاي. لما بنيجي نتعامل مع adult مش زي ما بنيجي نتعامل مع child، لأن أنت لما بتيجي تتعامل مع child أنت بتبقى مسؤول عن 3 حاجات. بتبقى مسؤول عن الفيزيكال سبورت، وبتبقى مسؤول عن الفاينانشال بتاعته، وبتبقى مسؤول كمان عن الايموشنز. يعني المفروض ان انت تبقى مهتم بال3 حاجات دي، وال3 حاجات دي it's your responsibility. فانت لما بتيجي تتعامل مع اي adult في حياتك، الادلت ده طبعا احنا كلنا عارفين ان هو بيبدأ من سن ال 18 سنة، ولكن لا، no way. لأن في النيورو ساينس البرين مش بيحصل له fully development من ناحية perspective غير لما بيعدي 25 سنة. يس، يعني الناس اللي تحت ال 25 سنة هم ستيل محتاجين حد يبقى as a guidance ليهم. هم ستيل محتاجين حد فعلا ياخدهم كده من ايديهم ويقول لهم الطريقة اللي هم فعلا يحصل لهم الهيلينج فيها. ولكن الناس اللي فوق ال 25 هم عارفين ازاي ان هم يعالجوا نفسهم. بس انت لما بتيجي تتعامل مع تشايلد تبقى مسؤول عن 3 حاجات، ولكن لما بتيجي تتعامل مع الادلت ده whatever هو عنده كام سنة، انت مش بتبقى مسؤول عن اي حاجة من دي ولا من مسؤوليتك اصلا. فانت لما تيجي تتعامل انت بتعمل provide ليه السولوشن، ولكن انت مش بتحلله المشكلة. انت لما بتيجي تحل المشكلة بتاعته بتبقى عامل كده as shield between this person وال consequence of life. لان الشخص ده عمل مثلا actions، المفروض ان انت تسيبه يواجه الاكشنز بتاعته. احنا في المرحله دي ما ينفعش نقول let them، احنا في المرحله دي لازم ان احنا ناخد ستيب في السيتويشن دي، لان هم فعلا بيبقوا في خطر حقيقي. انا هنا مش بقولك ان انا عايزه اغير شخص من كونديشن لكونديشن معينه تانية علشان اشوفه احسن انسان، لا. انا هنا بقولك ان انت قدامك حد فعلا بيعاني من حاجه، هتقدر ان انت تعاونه ازاي؟ هتقدر ان انت تبقى فعلا الصديق الحبيب الفاميلي ممبر بتاعته ازاي؟ انت بالاكشنز بتاعتك وبالسبورت وبالتولز وبالسبيس اللي انت بتديه للشخص ده بتختار فعلا هتبقى مين في كل دول. فافعالك مع الشخص ده والريسبوند بتاعك للشخص ده بيفرق جدا في مرحلة الهيلينج. في بعض منكم دلوقتي هيقول لي طب ما انا مثلا لو عندي مشكلة، طب ما انا احلها علشان الناس اللي حواليا، احلها مثلا علشان زوجتي، احلها علشان زوجي، احلها علشان اهلي، احلها عشان اولادي. بس اقول لك لا، ان انت مجرد رايك ده دلوقتي هيبقى مجرد judgment، هو مش حل. انت مش بتعمل اي حاجه. الشخص اللي قدامك ده هو محتاج ان انت تعمل validate to their emotions. هو ده فعلا اللي هو محتاجه. هو محتاج حد جنبه، هو مش محتاج حد يقوله انت صح ولا غلط. هو محتاج حد ان هو يوديه فعلا لطريق الهيلينج، لطريق ان هو فعلا يبقى كويس. ومش معنى ان انت مثلا دلوقتي خلاص انت شايف حد دلوقتي بيستراجل in their life يبقى انت ماشي خد step in this situation، بس انت مش مسؤول انك تحل البروبلم، ولكن انت مسؤول ان انت تديله التولز، تديله السبورت، وتديله كمان السبيس. لازم تحسسه فعلا ان هو قادر ان هو يتخطى حاجه زي كده، لان كلنا اكيد هنمر بحاجات صعبه، والحاجات دي فعلا يا جماعه مش هنتعلم منها غير لما نمشي فعلا في الحاجه دي، غير لما فعلا نعدي بالازمه دي، غير لما فعلا نعاني من شيء معين. ساعتها هنكتشف اقوى نقطه فينا.
وإن إحنا نقدر نعمل أي حاجة إحنا عايزينها فعلا. معنى كلامي هنا إن أنت ما تديش النصيحة لحد هو مش قادر إن هو يبقى كويس دلوقتي. مش كل الناس قادرة إن هي تبقى شجاعة جدا دلوقتي، مش كل الناس قادرة إن هي تبقى في أحسن حال دلوقتي، ومش كل الناس قادرة إن هي تكون جاهزة لمواجهة مشاكلها ومواجهة struggling phase اللي هي بتمر بيه. لو تفتكروا كلامي قبل كده أنا قلت إن human beings are hard weird move forward things are easy and comfortable. هي دي طبيعة الإنسان، إن هو خلاص الشخص مثلا زي ما قلت إن الأدلت بيبقى اللي عدى خلاص سن ال25. بالنسبة أصلا للشخص مثلا اللي عنده 25 سنة ده، وإنه هو خلاص يعني هو عدى السن وهو عارف الهيلينج ستيج بتاعته المفروض تبدأ إزاي، هو سهل قوي عنده إن هو يشرب وينسى. هو سهل عنده إن هو عادي avoid this problem ويعيش حياته. اللي مش بيكون مستوعبه إن هو فعلا خلاص هو هيطنش الحاجة دي وهيتجاهل الشيء ده، هيتجاهل المشكلة دي، ولكن لما الوقت يعدي أكتر كل ما الموضوع بيبقى صعب قوي. علشان كده هو مش مهم وقت قد ايه يعدي، على قد ما انت هتعمل ايه في الوقت ده. على قد ما الوقت ده هيعدي انت بتعمل ايه بقى within this time. وده فعلا اللي بيفرق. هو ده فعلا اللي هيخلي انسان مثلا من داون لاب. يا جماعه هي الحياه كده، هي الحياه ups and down، بس الفكره في ان مين هيبقى جنبك بقى في الابس اند داونز دي. وجودك جنب الشخص ده فعلا هيفرق في الهيلينج ستيج بتاعته قوي. فكره ان انت تهيئ ليه الانفايرمنت الصح ليه هو هيتحسن ويتحسن قوي كمان. وفكره ان انت تعمل بروفايد ليه السبورت بتاعك من غير ما تساله هو انت عايز ايه، هو انت محتاجني ابقى جنبك، هو انت كويس. لان كل الكويشنز دي هتنتهي باللي هو ايه، انا كويس ومش عايز اي حاجه، ولكن هو في اشد الاحتياج، ولكن هو عمره ما هيطلب ده يا جماعه. فالمفروض ان احنا نحس فعلا بالناس اللي زي كده ونعمل الحاجه من غير ما نسال. يعني مثلا لو الشخص ده عنده eating disorder، ابدا ان انا اجيله البيت واملاله التلاجة بالاكل فعلا اللي بيحبه. فاهم ازاي؟ ففكره ان انت تعمل سبورت للشخص، ان انت تهيئ له الانفايرمنت، دي حاجه بتفرق جامد جدا في الهيلينج ستيج. عايزه احكي لكم قصه قراتها في كتاب ميل روبنز. المهم القصه دي كانت بتتكلم، هي حاجه ريليتد للستراجلينج والسفرنج في السيتويشنز اللي زي كده. المهم ميل كانت متزوجة من شخص اسمه كريس. كريس ده كان عنده مطعم وهو كان ماشي كويس جدا، ولكن المطعم ده هو مش قادر ان هو يدفع الإيجار لحد 6 شهور. متخيلين؟ لحد 6 شهور الشخص ده مش قادر ان هو يدفع الإيجار. طبعا الشخص ده كلم اخوه، قعد معاه وكده وقال له ممكن تديني فلوس لحد ما هرجعها لك تاني. تفتكروا الشخص ده عمل ايه؟ تفتكروا اخوه ده بجد اتصرف عمل ايه؟ هي حاجه ممكن تبان ان هي هارش قوي، بس لو جينا بصينا للسيتويشن تاني هنلاقي ان هو ده القرار الصح. اخوه بقى قال له ايه؟ قال له ان انا مش مسؤول عن المطعم بتاعك ولا مسؤول عن الفلوس اللي انت ضيعتها، ولكن انا متاكد ان انت زي ما بنيت المطعم ده تقدر ان انت ترجعه تاني بقوه كمان. طبعا كريس ما توقعش من اخوه كده خالص، هو كان فاكر ان هو هيقف جنبه وهيديله الفلوس لحد ما يرجع يقف على رجله تاني وهيرجع له الفلوس تاني. ولكن مش معنى ان اخوه فعلا سابه في الستراجلينج دي ان هو كان سايبه بقى وما كانش مهتم بيه، لا خالص. على فكرة هو كان فعلا بيسبورت هيم بالوردز وبالايموشنز، كان فعلا بيبروفايد هيم بكل حاجة هو فعلا محتاجها. وبعد بقى سنة الشخص ده كريس والبارتنر بتاعه اللي هم كانوا في نفس المطعم ابتدوا ان هم يشتغلوا جامد جدا لدرجة مثلا فوق سنة ولا حاجة والمطعم فعلا رجع اقوى من الاول. ف احنا فعلا بنختار نبقى مين في الافعال دي، لان فعلا معادن الناس بتبان وقت الشدة. الفكرة ان انت لو ساعدت الشخص ده انت بتعمل كده shield between them and their actions. فان انت لما تسيبه وياخد الاكسبيرينس ويجو ثرو ويتعلم وفعلا يشوف الحياه عامله ازاي، هو لما هيجي يتحط في حاجه زي كده يعني I don't think ان هو ممكن يتحط في حاجه زي كده تاني، لانه هو خلاص اتعلم من درسه. ولكن هو خلاص هو يبقى كده خد الاكسبيرينس. كل واحد فينا لازم يتعلم
من حاجة، وكل واحد لازم فينا ياخد الاكسبيرينس بطريقة معينة، ومش لازم الاكسبيرينس ناخدها على فكرة بطريقة مؤلمة. طيب المفروض بقى اللي انت تعمله فعلا مع الشخص اللي بيعاني مثلا من حاجة معينة أو struggling من something specific like eating disorder، اكتئاب، أي مشكلة بقى mental health. طب أنا إزاي أتصرف مع حاجة زي كده؟ أول حاجة هقولها إن أنت تديله التولز الصح، وإن أنت فعلا تبقى تديله السبورت والسبيس بتاعته إن هو يحصل له الهيلينج ده. يعني مش تقول له لا يلا انت تبقى كويس ويلا يلا عدي من الازمه دي، لا هي مش كده. انت لما تديله السبيس بتاعته هو يبقى كويس، لان في وقت السبيس دي هو بيراجع نفسه وبيراجع اخطائه، ووقفتك جنبهم هم عمرهم ما هينسوها. يعني زي ما قلت انت فعلا بتختار انت هتبقى مين as lover as friend as family member. كل الكلام ده بيفرق، وكل الكلام ده هم فعلا هيفتكروا ليك في أي وقت شدة تاني. لما انت تبقى مثلا بيحصل لك حاجة معينة هتلاقي ان الشخص ده على فكرة أول واحد واقف معاك. تاني حاجة بقى وان انت let them face their consequence of life. يعني تسيبهم ان هم يواجهوا الاكشنز بتاعتهم، وتسيبهم ان هم يواجهوا الحاجة اللي هم مثلا حطوا نفسهم فيها. يعني انت اللي اصلا لما بتيجي كل ما بتحس ان انت بتدافع عن الشخص ده، او كل ما تحس ان هو لا ده انا هنقذه، هو حرفيا بيغرق اكتر. تالت حاجة وهو إنك تعمل validate to their emotions. إنك فعلا تقول لهم أنا عارف إن الحاجة دي صعبة جدا، بس أنا معاك، بس أنا جنبك. وزي ما قلت ما تسألش هو أنت عايز إيه مني، هو أنت عايز أبقى موجود دلوقتي، لأ اعمل الحاجة، اعمل الأكشن. ما تسألهمش، لأن هم already هم حاسين أصلا بفيلينج كده overwhelmed، فما تحسسهمش أصلا بأكتر من كده. وإن أنت isolate your emotions وتسيب الشخص ده يواجه الحاجة دي. اقل حاجه ممكن تعملها على فكره للشخص ده ان انت تديله حضن. يس، في ناس كتيره قوي ممكن مشاكلها ان هي تتحل بحضن عادي جدا. في ناس فعلا محتاجه الحضن ده، ويمكن ان هو يشوف حاجات كتيره قوي. لازم كمان ان انت تعمل بروفايد للشخص ده باللوفينج سبيس، ولازم تبقى صبور معاه، ولازم فعلا تقوله بالكلام، وان هو فعلا يشوف ده. لان هو الشخص ما هو ما عندوش confidence زياده ان هو يحقق الحاجه دي. هو شايف ان هو مش قادر مثلا ان هو يتخطى الاكتئاب. وريه ان هو يقدر يتخطى الاكتئاب ده لما تقف جنبه وتهيأ له الانفايرمنت الصح، وتديله السبورت، وعلى الاقل اديله ايه؟ هج. والله يا جماعه فعلا في ناس بتبقى محتاجه هج، والله هيبقوا كويسين جدا. يعني بجد نسبه الناس اللي عندها فعلا مشاكل in their mental health هيتحل حرفيا بهج. ودي مشكله بنلاقيها فعلا مع ناس كتيره جدا، ومع ناس كبيره كمان ومعديه مثلا 25 سنه ولا حاجه. طيب يبقى احنا كان عندنا اول حاجه البروبلم، والبروبلم كانت عندنا the more you rescue the people the more they drown in the problem. كل ما تحس ان انت بتعمل ريسكيو للناس دي كل ما هم حرفيا بيغرقوا اكتر. انت لما تسيبه يواجه افعاله هو فعلا كده هيتعلم. احنا مش بنتعلم يا جماعه غير لما بنجو through the experience. احنا مش هنتعلم من بره. يعني انا حتى مثلا في الكليه لما بنشوف مثلا حاجه خلاص نظري، انا مش هفهمها ولا هستوعبها ولا هتدخل دماغي غير لما اشوف الحاجات دي براكتيكال. فاهمين اصلا السيكونس بيبقى ماشي ازاي. فكانت هي دي البروبلم عندنا، ان احنا بنعمل ريسكيو تو ذا بيبل، وبنعمل كمان بريشر عليهم، وبنقعد ندي نصايح لناس هم ممكن ما يبقوش متقبلين ده دلوقتي، وممكن ما يبقوش اصلا مستعدين للخطوه دي حاليا. تاني حاجه عندنا وهي التروث والتروث، ان فعلا الشخص مش هيدخل في الهيلينج ستيج غير لما هو يبقى مستعد لحاجة زي كده. و اديله الوقت، اديله السبيس، provide the tools. السوليوشن بقى عندنا ان احنا نخلي الناس الكبيرة let the adults face their consequence of their actions. نخلي فعلا الناس خلاص الكبيرة تواجه ال consequence of their actions، وان هم يواجهوا فعلا اللايف. اهلا بيك في حياة الكبار. دي حقيقة هنقابل حاجات كتير صعبة جدا، ولكن يا جماعة بجد اللي بيختار ان هو يكمل وقلبه لسه سليم ده فعلا الشخص الشجاع.
ده فعلا الشخص عامة اللي بيكسب في الدنيا. حاجة كمان من السولوشن ان احنا نعمل اوفر للسبورت، نهيئ ليهم الانفايرمنت الصح ليهم، لان ده بيفرق جدا في النفسية. وزي ما قلت، انت بتحدد انت مين لما بتتحط في السيتويشن اللي زي كده، تختار انت مين فعلا، فخليك تبقى كويس مع الناس دي، لان هم فعلا محتاجين وقفتك جنبهم. وهي دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب طبعا للشانل عشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي.